ورحمة الله وبركاته. ايه اللي انتوا شايفينه في نهر يا باشمهندس؟ زي الحكايه بالظبط. شايفين سمك نافق في نهر النيل. كمية من الأسماك النافقة كتير جدا. الحقيقه ريحه ومنظر بشع وقذر ومقزز. إلى متى سنظل صامتين أو صامتون عن هذا؟ ده كله مضر بصحة المواطن المصري. واحنا بنناشد المسؤولين ان حماية نهر النيل بداية. ايوه. بنناشد المسؤولين بحماية نهر النيل بداية من القاهرة. ايوه. إلى نهاية نهر النيل بداية من أسوان. لأن نهر النيل هو شريان الحياة بالنسبة للمواطن. ويعني هو المتنفس الوحيد للشعب المصري والسكان الدلتا كلهم. باشمهندس، بما ان حضرتك خبير في هذا الامر وراجل موظف قديم ولك قدرك، تعتقد مين او الاجهزه المعنيه بحمايه نهر النيل؟ يعني هو المسطحات المائيه. وجهاز حمايه النيل، والمفروض تبقى فيه وزاره كامله لحمايه نهر النيل، وزاره مسؤوله لحمايه نهر النيل. هل الوحدة المحلية لها أي سلطان أو أي نفوذ على نهر النيل خاصة في الظروف اللي احنا شايفينها دي؟ الوحدة المحلية بدورها تبلغ عن أي مخالفات موجودة في نهر النيل للمسؤولين، والمسؤولين بيقوموا بدورهم بإزالة هذه المخالفات. طب السمك النافق ده ناتج عن إيه؟ يعني هو كان في البحر أساسا ولا هو من إيه بالظبط؟ السمك النافق ده ممكن يكون من أقفاص سمكية موجودة في نهر النيل لما اتحجرت طلع منها السمك النافق ده. إذا المياه لوثت وبالتالي السمك مات من خلال تلوث المياه. أيوه. هل هذه المياه بعد هذا الحال وهذا المنظر والمشهد المقزز تصلح إن هو الإنسان يتناولها مياه شرب؟ والله مياه الشرب أساسا يعني إحنا في نهاية مصب النيل بالنسبة لمدينة فوق. واحنا اكبر ناس مضرورين كمركز فوق مركز مطوبس. اكبر مركزين مضرورين من النيل. تمام. من تلوث النيل. اكبر مركزين يعني متضررين من تلوث النيل. ونناشد جميع المسؤولين بتطهير مجرى نهر النيل من اي مخالفات وازاله جميع المخالفات. تقول يا عم الحاج النهارده شكرا يا باشمهندس. احنا هنشربه ميه بسمك. انا عايز الكلام العفوي. ميه بسمك. هنشرب ده الحديث يا فندم، ان احنا نشرب ميه بسمك. الحكومه بتوفر لك ميه بسمك بدل ما تشتري السمك لوحده والميه لوحده هتشرب ميه بسمك. لا ناكلوه على رز. بدل ما ناكلوه على رز ناكلوه على سمك، على ميه. على ميه. وهذا اللي حصل. اكثر البلدان يعني تاثرا صحيا. احنا بنشوف المستشفيات مكدسه، مرضى الفشل الكلوي، فيروس سي، تنفس. والله كل الناس بتغسل. كل الناس بتغسل. تعتقد مين السبب في الكارثه اللي احنا شايفينها؟ ما هو احنا شايفينها اهو، احنا شايفين الكارثه. مين السبب فيها بقى؟ الحكومه ولا الناس ولا اصحاب الصناديق؟ احنا ما نعرفوش. الاقفاص السمكيه ولا مين بالظبط؟ دي اللي احنا ما نعرفوهاش. دي اللي احنا ما نعرفهاش احنا بقى. اصحاب الصناديق يا باشمهندس. بس المفروض اللي في بتوع السطاحات المائيه، المسطحات المائيه المفروض ممنوع. طب ما احنا هنقول اجهزه حمايه نهر النيل. ممنوع يشيلوا الكارثه اللي عندنا دي. تمام. ماشي. يعني ده اساسا مضر. ممكن المشاهد يشوفنا، لكن صعب جدا ان هو يشعر ويشم الرائحه الكريهه اللي احنا لا ده هو حتى هو لو يشم الريحه اللي احنا شميناها ديت مش هيقدر يقف اساسا دقيقه واحده. الحقيقه يعني منظر ومشهد ورائحه كريهه جدا. منظر بشع والريحه اكتر. أطنان من الأسماك. أطنان جامدة. أطنان من الأسماك. يعني المفروض يعني يبقى في مسؤول يوضع لنا حل للموال دي. طيب تناشد المسؤولين تقول لهم يا عم الحاج؟ نقول لهم يشوفوا لنا حل عشان خاطر ما يرحمونا يعني. يرحمونا لأن احنا الناس يعني الواحد ولا مؤاخذة لما يجي يشرب كوباية مية هيلاقي فيها ريحة سمك. أو يلاقي فيها سمك عادي مثلا. مفيش مشاكل. يبقى كلته أساسا مش طايق الريحة. الناس شوف يا بيه، هات المسؤول يشوف المية يشرب منها. ما أعتقدش المفروض. لا المسؤول يجي يشرب من المية. ما شافهاش لكن ممكن لا ما يجي يشوف يا بيه، يجي يشوف، يجي المسؤول يشرب منها. يجي المحافظ جه من بره السكة ما مشاش في المية. يجي المحافظ يمشي في الميه يشوف السمك اللي نايم. المشهد ده احنا لسه شايفينه النهارده. ماشي. ايوه يجي المحافظ يشوفه او يجي المحافظ يشرب بس شربة ميه من هنا بس. مياه ملوثه مسممه لا تصلح للاستهلاك الادمي. يا بيه احنا في مدينه فوة بنشربها. الناس كلها عندها فشل كلوي هنا. السمك ده من الميه دي بالظبط. اللي موت السمك ده مسم يموت البني ادم. بيكلف الدوله ياما حكايه مكان الصناديق ده يا باشا. بيكلف الدوله ياما فشل كلوي وامراض مستشفيات مليانه.
وبعدين بتقوم لجنه عشان الصناديق دي بتيجي من القاهره ولا من اي مكان بيغطسوا الصناديق تحت الارض. بيغطسوا الصناديق تحت الارض. تمام. قبل اللجنه ما بتمشي كل شيء ولا كده. يعني قبل الحمله ما بتتحرك من مكانها بيكون الناس عندها خبر ومصدقين منزلين الصناديق في قاع البحر، يجي يدوروا ما يلاقوش، بعد ما يمشوا يطلعوهم تاني. يطلع يجيبوا معاهم حفار بصندر، حفار يجيب الاخر ما يلاقيش حاجه. اما الصناديق اساسا محطوطين في قاع البحر، واخد بال حضرتك؟ اذا هناك علاقه والمستشفيات مليانه فشل كلوي. والسبب من نهر النيل ده اهو. المنظر ده منظر لا يصلح مسلم ولا يهودي والله. صحيح. حرام والله. واطفال وعيال وايه ده. لازم يكون المسؤول لازم يبص مصدر لنهر النيل ده. إذا هناك علاقة مشبوهة بين أجهزة حماية النيل وبين أصحاب الأقفاص السمكية. وبعدين مصلحات الحماية بيجوا ليهم راتب شهري بيجوا ياخدوهم من الناس اللي هي إيه بتوع الصناديق دول. أنت شفت حاجة زي كده؟ لسه حاليا دلوقتي. حاليا إيه؟ طب قول لنا اللي أنت شفته. مش شايف أنا واحد بتاع المشي هناك أهوت مسطحات. تمام. خد واحد جربان كده على جنب وعطوا له فلوس ومشي. انت شفت بنفسك؟ انا شفت ماشي وانا واقف على انت حضرتك راجل كبير عندك كام و60 سنه. انا بكلمك على الكلام اللي انا شفته. ايوه شفت بنفسك اللي في ناس ادت فلوس لبتوع المسطحات المائيه. خد جربان اهوت دلوقتي وعطوهم فلوس وخدوا بعضهم ومشوا قدام حضرتك. ايوه انا بحكي لك كلام واتحمل مسؤوليته. انت شاهد عليه. واخد بال حضرتك؟ اما المنظر ده لا ينفع ولا ينفع اي حد خالص. ولا يرضى المنظر ده. شكرا.